والله زي ما بقول لك كوبايه القصب عندي سروجه لسه ب5 جنيه. عايز اعترف لكم اعتراف ان انا ما باكلش البصل. الكريبات كلها اغلى من الفلوس اللي معانا، ارخص كريب ب50 جنيه. النهارده عشت يوم كامل في جهينه ب100 جنيه. اول حاجه صحيت الصبح وديت بنت اخويا الحضانه. ريحان رايحة فين؟ رايحة الحتونة. انت شاطرة. مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، بس هنروح نفطر عند رمضان الفيومي. يلا بينا. حقيقي بلدنا الصبح بدري بتبقى جميله جدا. انا بموت في حاجه اسمها جهينه قبل الزحمه. يمكن في منتهى السعادة حاليا. لسه واحد معدي بتوك توك وقفني وقال لي انا متابعك وانت عامل شغل حلو للبلد وكده. حقيقي بجد يعني الموضوع ده ممكن يخليني مبسوط لحد اخر اليوم. والله العظيم بجد. وصلنا عند اعظم عربية فول في جهينة. فول واحد بطاطس. مات شكرا. جبت واحد فول واحد بطاطس ب15. هنروح نقعد في ابو الحسن ونفطر. انا بعشق ابو الحسن الصبح، بتبقى رايقه ومفيش زحمه وجو يخليك تستمتع وانت بتفطر. شايفين السندوتش مليان ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هندوق الفول اللي هو اجمد سندوتش عنده بصراحه يعني. تحفه، اجمد فطار في التاريخ. عايز اعترف لكم اعتراف ان انا ما باكلش البصل. عارف ان في ناس ممكن تشوفها جريمه دي، ولكن يعني هي اذواقك. بصراحه انا ما بحبش اشرب شاي، فجبت عناب سخن. عايز اتدوب. الحركه دي على فكره بتحصل لي كتير، ان انا ادوق الحاجه قبل ما ادوبها. كلاكيت تاني مره كده تمام. احنا كده جبنا فطار ب15 وعناب سخن ب10، يبقى ضاعوا 25. فاضل 75 جنيه. تفتكروا ال75 دول هيكفوني لحد اخر اليوم؟ خلصنا فطار الحمد لله. نشوف هنعمل ايه بعد كده. روحت نمت ساعتين وصاحي جعان، فعشان نوفر والفلوس تكمل معانا لحد اخر اليوم الحل ان احنا نتغدى كشري. فهنروح عند ابو طارق الاول، بس هروح اجيب ريحان من الحضانه. عملت ايه النهارده؟ عملت ايه في الحضانه؟ تعبتي؟ وعملت ايه تاني؟ اتعلمت الف ب؟ هاتي بوز. عسل. يلا نروح. يلا. وبعد ما روحت ريحان رحت عند ابو طارق وطلبت طبق ب25. والتحفه الفنيه جاهزه للاكل. وقلب قلب 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 وهوب اول معلقه طعمه كشري عادي جدا يعني. رحت مغرق الطبق دقه ورحت واخد تاني معلقه. حقيقي تحفه التحف. تم القضاء على الطبق بنجاح. وبكده صرفنا غدا 25 وفاضل معانا 50 جنيه. معروفه بعد الكشري لازم كوبايه عصير قصب، وبالتحديد من عصاره ساروجا الاسطوريه. بص لا تقول لي ثاني اكسيد التيتانيوم ولا المغنيسيوم، حاجه طبيعي وفاخر من الاخر يا باشا. وكل الكوبايه دي ب5 جنيه بس. والله زي ما بقول لك كوبايه القصب عندي ساروجا لسه ب5 جنيه. تم القضاء على المشروب العظيم بنجاح، وربنا يخلينا عصار الساروجا يا رب. حقيقي منارة السوق الجديد. كده نخصم 5 عصير قصب يبقى فاضل معانا 45%. وصلنا للجزء الاخير من الفيديو وهو العشاء. متبقي معانا 45 جنيه والساعه حاليا 10 الا تلت. في الوقت ده هو مطعم وحيد اللي بلجأ له وهو عمار بن ياسر. ده المنيو بتاعهم، وحقيقي اسعارهم حلوه جدا. الكريبات كلها اغلى من الفلوس اللي معانا، ارخص كريب ب50 جنيه. فممكن نشوف الحواوشي. حلو الحواوشي ماله يعني. في حواوشي ب15 و25 و35. احنا هنجيب ابو 35. يلا عنهم حد حوش. هرن نطلب الاوردر، ولكن انا اللي هروح استلمه عشان نوفر ثمن الدليفري. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز حواوشي 35 واحد. دليفري تاخده؟ لا حاجه انا استلم. باسم مين يا باشا؟ باسم محمد كامل. حاضر يا باشا. هياخد قد ايه طيب؟ ان شاء الله باذن الله في ساعه ربع ساعه. ربع ساعه ان شاء الله. ماشي شكرا. هنروح نصلي العشاء في الجامع ونستنى لحد ما الحوش يجهز ونستلم. يلا بينا. ده المطعم يا جماعه عشان تعرفوه، مكانه قدام المستشفى بالظبط. وده مش اعلان عموما، هو المطعم يستاهل يعني. ماشي شكرا. استلمنا الاكل اهو. بص هو فاضل من الفلوس 10 جنيه، فبدل ما انا اروح اكل في قهوه هروح اكل في البيت. ال10 جنيه دي هديها لحد محتاج. وصلنا البيت وده الرغيف اهو، وجاي معاه 4 كاتشب. هنفتح وندوق
عايز اعترف لكم اعتراف ان انا بجد ما بحبش اكل قدام الكاميرا. يعني اكتر مشكله بتواجهني لما اروح مثلا اعمل اعلان لمطعم او كافيه، حته الاكل دي، اللي انا لما اجي ادوق الاكل حقيقي بجد ما بحبش ان انا اكل الحاجه واقول رايي والكلام ده. يا عم ما الاكل كله كويس والله والاكل حلو، فانا ما بعرفش اقول ايه. هو مقطع مثلثات كده زي البيتزا، نزود كاتشب عليه وندوق. في الحقيقة أنا مش أول مرة أجربه، يعني باكله على طول وشهادة لله طري ومستوي كويس وطعمه تحفة بصراحة، وسعره كويس خالص، يعني 35 جنيه وهيشبعك. حتى لو أنت كنت أكيل وبتاكل كتير هيشبعك برضه. وصلنا لنهاية الفيديو. حقيقة أنا انبسطت جدا بالتحدي ده. قدرنا إن إحنا نفطر ونتغدى ونتعشى ونشرب عناب وعصير قصب بال100 جنيه، وكمان زاد منها فلوس. يعني أكل وشرب وكمان خير لله. بلدنا كويسة والله ولسه فيها الخير.